السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم قناة بنت داري مع فيديو جديد أو وصفة جديدة كما عودتكم. وإن شاء الله يا ربي مع بعضياتنا نبقى غير في الجديد تاع الوصفات الاقتصادية والسهلة والسريعة والحيل والأفكار المنزلية اللي تساعدكم في روتيناتكم اليومية. وقبل ما نبدأ الفيديو بغيت نرحب بالمتتبعين الجداد اللي جاو، كلكم أهلا وسهلا بكم معنا، بكم تكبر لمتنا وتزيد عائلتنا إن شاء الله. واللي مازال ما داروا اشتراك تاني نرحب بكم ونقولكم فضلا وليس امرا ديروا اشتراك وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. اليوم على بركه الله جبت لكم وصفه غنيه عن التعريف، وصفه التعمير اللي يجي مع الرقاق ولا يجي مع البركوكس. يعني وصفه سهله اقتصاديه جدا، يعني بأرخص تكلفة ديري هذا التعمير الخفيف اللي يحمر لك وجهك ويجي قوة قوة في البنة أخواتاتي. يلا على بركة الله نبدو في الطريقة. شوفوا يلا تبعوا معي خطوة بخطوة باش ما تروح لك حتى حاجة حبيبتي. يعني من النصائح اللي نودهم لكم في وسط الوصفة وهادوك بزاف تسحقوهم. هنا كما راكم تشوفوا بالنسبة للمكونات عندنا 3 حبات بيض، عندنا كاس معمر حتى كما حنا نقولوا للفم، والاخر كاس قل اصبع تاع لا شابليغ. وهنايا هادو ما غاديش نديروهم كامل، يعني دوك تشوفوا الطريقة. وعندنا نصف كاس تاع الحليب، وعندنا الزيت، وعندنا التوابل. بالنسبه للتوابل اخواتي كما راكم تشوفوا عندنا فلفل اسود، عندنا كركم، عندنا قرفه مدقوقه، وعندنا زنجبيل، وعندنا فلفله حمراء، وعندنا ثوم مرحي وبصل مرحي، وعندنا مكعب جامبو، وعندنا لا ليفيغ. هذا شا غادي نسحقو اخواتاتي في التعمير نتاعنا. قلت لكم هذا التعمير اقتصادي 100%، يعني بدون تكلفة، ما تكلفيش كامل روحك ولا فيه تعقيدات ولا ما فيه، يعني ساهل ماهل. وراكي درتي تعمير بزاف بزاف بنين. وهنايا تاني كما شفتوا خواتاتي وريت لكم هادوك ساشي كونجيلاسيون، هادو غادي نسحقوهم نطيبوهم فيه. كاينه حاجه هنا نقولها لكم اخواتاتي، هذا التعمير تقدري ديري فيه فيونداشي ولا بولياشي ولا زيتون، هذاك يعني زيتون افيلي، زيتون تاع الطاجين هذاك بلا علفه تقدري تطرونشيه كيما هكا ولا تشريه مطرونشي ديريه فيه. وتقدري ديري فيه حتى المعدنوس، هنايا حسب يعني الرغبه. تاني يجي قوه في البنه. لو كان ديري فيه فيونداشي تقليها، يعني غير هكا مع شويه ملح وحرور، يعني فلفل اسود، تقليها كما حنا نقولوا ما تخليهاش متكتله، وتخليها تبرد وديريها مع الخليط كما قلت لكم فيونداشي ولا بولياشي، يعني بنفس الطريقه تقلوها وما تخلوهاش متكتله كما حنا نقولوا، تفتحوها كامل تخلوها تبرد وتزيدوها على الخليط. ولا ديروا زيتون كما قلت لكم افيلي، ولا حتى تاني المعدنوس يجي فيه تاني قوه هذا التعمير نتاعنا. والتعمير هذا قلت لكم روعه، يجي هكا يجي كيما الإيبونج، يعني يجي خفيف، يجي بنين معطر، يعني روعة روعة. هذا التعمير وساهل مهل. أنا جبتها لكم بهذه الطريقة اقتصادي 100%، يعني ما فيش كامل مكونات صعيبة ولا تعقيدات ولا تكلفة كبيرة، تكلفة رخيصة وراكي درتي أبناء التعمير. كما راكم تشوفوا خواتاتي كنت حطيت هذوك ثلاثة تاع البيض، وزدت عليهم قيس ربع كاس تاع الزيت. وكما شفتوا انا درت 3 مغارف كبار تاع الزيت. هنايا البيض عندي راه صغير شويه، فهمتوني خواتاتي. وهنايا زدت عليهم هذاك نصف كاس تاع الحليب، وزدت لا شابليغ. هنا لا شابليغ حبيبتي كي تقعدي تزيدي فيها، يعني ماشي مباشره غير بشويه. كاينه نقطه نقولها لكم، هنا لا شابليغ خواتاتي راهي محمصه، يعني كنت الخبز يابس حمصته ورحيته غايه كما راكم تشوفوا. واذا ما بغيتيش ديري الخبز يعني لا شابليغ تقدري ديري حتى السميد شاوه، بشرط تكوني مقلياته، يعني تقليه تحمريه غايه ومن بعد ديريه، ماشي تحمريه غايه غايه حتى اللي تحرقيه، يعني المهم تقليه شويه تعطيه هذيك التحميره تاعه، ومن بعد ديريه في الخليط تاعك. اولي باه ديري لا شابليغ تقدري ديري السميد حبيبتي. كما شفتوا خواتاتي هنا لا شابليغ ما درتهاش كامل، يعني هذا العبر اللي عطيتها لكم دالي قيس كاس وشويه، يعني من الكاس الاخر ديت غير شويه ميم با ربع، يعني خاصكم تتحصلوا على هذا الخليط كما راكم تشوفوا هذا القوام. بعد
بعد ما زدت لا شابليغ كيما شفتوا، زدت لي زيبيس تاوعنا. هنا بالنسبه لي زيبيس خواتاتي ديروا قيس مغرف صغيره تكون ممسوحه تاع الفلفل الاسود. الفلفل الاسود ما تكتروش، ديري نصف مغرف صغيره برك، وتاع الكركم وتاع الثوم مرحي وتاع البصل مرحي وتاع الفلفله حمراء الحلوه. بالنسبه مكعب عفوا مكعب الجامبو درت نصف برك وديروا قرصه ملح. وهنايا تاني نقطه نقولها لكم خواتاتي، اذا ما كانش عندك بصل يعني مرحي وثوم مرحي تقدري ديري قيس سنينه تاع الثوم ترحيها وديري قيس الربع برك تاع بصله تكون صغيره تاني ترحيها وديريها في الخليط نتاعك. وتزيدي تاني القرفه مدقوقه قيس نصف مغرفه صغيره هكا ممسوحه تاع القرفه. وكما قلت لكم اذا كان عندكم فيونداشي ولا بولياشي تاني تكونوا مقلينها ومنشفينها غايه بارده وديروها مع الخليط، ولا زيتون هكا ايفيلي ولا المعدنوس تاني هادو يزيدوهم بنه على بنه. ديروا كما شفتوا تاني نصف كيس تاع لا ليفير. واذا كانت عندكم كميه مضاعفه ولا بيض يكون كبير ديري تقدري ديري حتى الكيس يعني كامل. ومن بعد كما راكم تشوفوا جبت الاكياس تاعنا هنايا، بديت نحط في خليط التعمير تاعنا وكنت دايره طاجين يعني الماء يحمى غايه كان يغلي هذاك الماء. وتحطي خليط تاعك هكا في الساشيات وتشكليه كيما هكا غير بيدك، يعني غادي غير تحطيه يتشكل، تبدي تخرطي فيه كيما هكا على البلان دو طرافاي تاعك يتشكل. وكيما راكم تشوفوا هنايا راهي يطيب لنا التعمير تاعنا كيما تشوفي القاعدة الأولى الطيب، يعني إساي تقلبيه على الجهة الثانية هو يطيب لك كيما هكا من الداخل وبراحته، يعني زيدوا له نورمال ما غاديش تنقصوا له ولا. شوفوا خواتاتي خاصكم تتأكدوا باللي الساشي ما راهاش متقوبة، إذا شكيتي فيه تقدري حتى تضاعفي الساشي عادي. شنو نقول لكم، خلوا الفيد يعني خلوا هذاك الفراغ ما بين كيما راكم تشوفوا الخليط والغلقه تاع كي تغلقوا الكيس تاعكم، خلوا هذاك باش كي تتنفخ تلقى كيما احنا نقولوا ليد ساعه. هنايا خليتها واحد يا ربي نص ساعه ولا. كي تشوفوا باللي الخليط تاعكم يعني نتفخ غايه وتوشوه كيما هكا يكون قساح يعني تشكل، يعني غادي كي تتلمسوه تلقاوه شد روحه غايه التعمير تاعكم. تفتحوا عليه تحطوه كيما هكا فوق لوحة ولا طبسي ولا وتخلوه يبرد ومن بعد تطرونشيوه. شوفوا لي الله يبارك الشكل تاعه كيفاش يجي، قلت لكم يجي تعمير خفيف ما تأمنوش عقلكم، بزاف بزاف قوة هذا التعمير واقتصادي. هنا درت لكم بيدي كيما هكا على الريحة اللي راهي تجي ريحة شهية مع هذاك المكعب الجامبو اللي درناه، يعني درت غير نصف انا على حساب الكمية، يعني قلت لكم البيض كان صغير هنا كنت خليته برد وجيت نقطعه معاكم كيما هكا تحطوه مع الرقاق تاعكم ولا تحطوه يعني مع البركوكس تكونوا دايرينه بالدجاج ولا. شوفوا يحمر الوجه هذا التعمير، وشفتوا باللي ساهل ماهل يعني ما يشد الوقت ما والو. كاين يعني حتى اللي يبغوه حلو بنفس الطريقه تزيدي له غير شويه سكر والزبيب وراكي درتي تعمير حلو بأسهل يعني طريقة وبمكونات موجودة في كل بيت. كانت هذه هي وصفتنا تاع التعمير. كنتوا طلبتوها مني متتبعة وفية، كانت طلبتها مني إن شاء الله غدوة ديرها وتحمر لها وجهها مع ضيافها. تاني إن شاء الله خواتاتي تجربوها وتردوا لي آراءكم في التعليقات. وما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، نتلاقوا في فيديو جديد ووصفة جديدة إن شاء الله، والسلام عليكم.